اللهم أعوذ بك من عين تحسد وعين تحقد وقلب مليء بالغل. يا مساء النور والسعادة على السكر الزيادة، على أجمل أخوات متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض كبدة اسكندراني بطريقة جميلة وسريعة في نفس التوقيت. دي كبدة مقطعة كده شرايح خلاص. مش هنغسلها. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون، توابل لحمة وسنة قرفة ومعلقه توم مهروسه، وهنسيبها تتنقع لمده نص ساعه. على ما الكبده تتبل هنعمل طبق مكرونه محمره، هنقول واو عليها، واو. بكميه المكرونه اللي انتوا عايزينها. مكرونه بالسمنه الصفراء ولا اجمل. عملنا مكرونات كتير. الاكله سريعه للناس الكسلانين اللي زي كده. الحمد لله البرد عامل عمايله معايا، الحمد لله. وصلنا للون الذهبي، بصوا كده عشان ما تبقاش غامقه. وبعد كده هنطش الطماطم. مش محتاجه صلصه، نسيبها بقى تتشرب شويه كده. جربوا الطريقه دي برضو جميله. هنشوف. ادي مرقه الدجاج، كمون، والمكرونه بتحب الفلفل. ادي معلقه كبيره اهي. نهدي عليها النار ونقلب. اول ما الطماطم تتشرب هننزل عليها بالميه المغليه. اتشربت معانا التشريبه الحلوه دي، وحتى التوابل ومرقه الدجاج كله داب في بعضه. هننزل بالميه المغليه. عشان مرقه الدجاج حادقه طبعا هنظبط الملح. تمام كده. لازم تكون فيها نسبه سوائل. هنعمل الكبده. هي دلوقتي بقالها نص ساعه بالظبط. هننزل بشويه من الزيت. بسم الله. هننزل على النار العاليه كده على طول. النار العاليه ايه. الكبده ما تتقلبش دلوقتي، تتفرش كده في الطاسه وما تتقلبش دلوقتي. تمام. داخله على تسويه بنوطي عليها النار. دلوقتي بقى نبتدي نقلب. ما اقولكوش الريحه عامله ازاي ولا التتبيله بقى واو. شوحت وداخله على تسويه جميله. هنهدي عليها النار. نار هاديه مع التقليب. وبعد كده اخر مرحله بقى، لا قبل اخر المرحله، هنحط فلفل الالوان. الكبده الاسكندراني على طبيعتها. لا وحشه قوي مني. طب كملي بقى. كبده اسكندراني على اصولها.
ويا سلام بقى قرن فلفل حامي. بس عندنا مش بنحب الشطه قوي، شطتنا معتدله، لا حراقه ولا برد، معتدله. خلاص كده استوت معانا، هننزل بفص الليمون. وبكده الفيديو بتاعنا معاكم النهارده، يا رب يعجبكم. وقد ايه طبق الكبده الاسكندراني على اصولها، بجد بجد جميله، وجربوها ومش هتندموا. على الاقل احنا ضامنين نظافتها كمان في البيت. اوعوا تنسوا اللايك والشير واشتراك في القناه. اشوفكم بكل خير يا رب. باي باي.